تيجي اقولك على طريقتين تلمعي بيها المخبوزات او المعجنات لما بتيجي تعمليها ما بتبقاش زي ما بتطلع في التلفزيون كده وفي البرامج. تعالى اقولك على طريقتين مختلفتين ان شاء الله، ان شاء الله هيكونوا موجودين عندك في البيت. اول طريقه زي ما انت شايفه كده المخبوزات طالعه من الفرن بتبقى ايه، باهته. فانا عايزه المعها، بتبقى شكلها حلو كده في التصوير، بتبقى لما بتيجي تقدميها للناس بتبقى شكلها حلو وطعمها كمان بيختلف لما بتعملي الحركه اللي انا بعملها دي. ايه اللي انا بعمله؟ ان انا جبت تنتوفه سمنه زي ما انت شفتي كده، تنتوفة سمنة يا جماعة، وبتسيحيها أول ما بتطلع من الفرن، بتمسحي بيها كده، تمسحي كده من على وش القرصة أو المعجنات بس كده بالفرشة، وتمسحي بيها زي ما انت شايفة كده. الفيديو شرح نفسه. الطريقة التانية لو ما عندكيش سمنة تقدري طبعا تحطي الزبدة، سمنة أو زبدة، أنا المتاح عندي سمنة. الطريقة التانية بقى يا بنات، ما عندكيش سمنة أو زبدة تقدري تعملي ايه؟ لو عندك عسل أبيض، العسل الأبيض بيحل محل السمنة أو الزبدة، برضو بيلمعها. وعايزة أقولك إن هي بتدي طعم حلو قوي للمعجنات. بتجيبي كده بالفرشة تحطيها في العسل الابيض، وحاجة بسيطة جدا يعني، انت بس بتمشي بالفرشة، حاجة بسيطة انك ما تحطيش كتير، انت بس بتمشي فرشة واحدة واتنين وخلاص كده، بس بتفضل لامعة لغاية اخر واحدة، وبتدي طعم حلو قوي للمعجنات. وبصراحة بتفرق كتير اذا كان السمنة او الزبدة او العسل النحل، بصراحة بتدي طعم وشكل كده وانت بتقدميها بتبقى حلوة قوي. كلنا بنسأل ليه في التلفزيون او في البرامج على النت بنلاقي المخبوزات لونها فاتح كده وبيلمع. ما كناش نعرف بصراحة التركية دي، اول ما شفتها قلت لازم اجيبها لكم. ادعوا لي بقى دعوة حلوة كده ولايك من عندكم كده، وبألف هنا وشفا. مع السلامة، باي باي.